السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا بنات هنعمل كيك اليوسفي، كيكة رائعة جميلة جدا. أنا دهنت الصينية دهنة محترمة كده بالزبدة، ورشدت رشة دقيق خفيفة ونفضتها كمان منه، وكمان معلقتين من السكر الحبيبات رشتهم في الصينية من تحت. اللي شلتهم دول كان سكر بني كده ماسك قطع كده شلتهم منه. معايا 6 حبات من اليوسفي او الكلابنتينا او المندنيلا، اي نوع من انواع اليوسفي. قشرتهم وغسلتهم كويس وقشرتهم وشلت كمان الحاجات اللي بتبقى عليهم ديت اللي عامله زي الشعر كده، شلتها من عليه. وبشيل البذر عشان لقيت فيه بذر، شلت البذر منه وهرصهم في الصينية كده كلهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجهز الكيك. بصراحة الكيكة دي سهلة وجميلة جدا، مفيهاش اي تكلفة يعني في حدود الامكانيات. يعني الصراحة الناس الايام دي في غلاء الاسعار دون تحاول تدور على اي حاجة سهلة وبسيطة. يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا اشوف ايه ابسط حاجة واسهل حاجة ونحاول نعملها، وربنا يكون في عون الناس جميعا يا رب. وأرجو إن المشاهدين الجدد ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. دوس لايك، المشتركين المحترمين اللي زي العسل يشرفوني ونوروا قناتي. لايك وكومنت كويس كده، ربنا يسعدكم يا رب. أنا نزلت بالبيض والبشر برتقال واحدة من اليوسفي قطعتها وشلت البذر اللي فيها، وكلهم مع بعض كده في الكبة. لو مش عندك كبة ممكن في الخلاط، ممكن تعمليها عصير، مش في اي مشكلة خالص، مش تقفي على حاجة. يعني بنتصرف. هنقول لا مفيش. يعني انا لا كنت عايزة احط ورق زبدة ما لقيتش، قلت لا انا هرش رشة دقيق وهي مش هتلزق ان شاء الله، هتبقى كويس. رشيت رشة دقيق وهتتقلب معايا وهتبقى زي الفل. ضربتهم كويس قوي وصفيتهم على المصفى زي ما انتوا شايفين كده، وجميلة. طبعا هنصفيها كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهننزل بقى ب100 جرام من السكر وهنقلب كويس. و150 جرام من الزيت، وكل ما نحط حاجة هنقلبها كويس قوي. وكمان 150 جرام من المية وأقلب. ودون باكو باودر هو 15 جرام، هنخله كده عشان انا خلط الدقيق لوحده، عشان بيبقى فيه قطع صغيرة بتعمل فراغات في الكيك. دول كوبايتين دقيق، يعني هم مش ممسوحين ومش مليانين قوي، يعني 220 جرام دقيق. بس عملتهم في الكوبايات كده عشان اللي ما عندهاش ميزان مش تحتار تقول طب انتي مش عملتي بالكوباية ليه. لا، عشان يبقى كل حاجة متوفرة قدامك وسهلة وبسيطة، مفيش اي تعقيدات يعني ان شاء الله. سويتها كده وهدخلها الفرن. هتاخد في الفرن حوالي نص ساعة بالتمام. طلعتها من الفرن زي ما شفتوا كده، شكلها جميل ورائع. والأروع بقى لما قلبناها كمان، السكر اتكرمل واداها طعم جميل، وطعم اليوسفي أصلا رائع جدا ومفيدة ومغذية، كلها حاجات حلوة قوي يعني. ومفيهاش بيض كتير، بيضتين 2 بس، في حدود الإمكانيات يعني. عفوا. يا رب اللي يدوقها ويجربها كده ويدعيلي دعوة حلوة من القلب يعني. بحاول اجيب وصفات سهلة وسريعة وبسيطة ويا رب اللي يعجبه الفيديو يشترك كده ويفرحني باشتراكه كده